ما تنساش تشتركوا في القناة وتضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم شيماء. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا شوربه لذيذه ومزيونه وصحيه. محبي الخضر كتجي واحد الشوربه رائعه. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنوضعوا في طنجره قطع من الدجاج، اي قطعه توفرت لكم. وضعت معهم ملح، فلفل اسود او الابزار، شويه سكنجبير او زنجبيل بودره، وشويه د القزبر حبوب اللي هو جاف ومطحون، مع ورق من الرند او ورق الغار، ورق سيدنا موسى، وكميه من الماء. وغادي نخليوهم حتى يغليو. فانا غادي نخلطوهم مزجوهم مزيان ونخليهم يغليو، يعني قطع الدجاج اللي توفرت لكم على حسب الكميه. فانا الشوربات اللي كنحضر معكم تقريبا كيكونوا 2 اشخاص حتى 3 الاشخاص. وطبعا اذا بغيتوا كميه كبيره غادي تضاعفوا المقادير ديال الخضر. بالنسبه للدجاج ممكن تستعملوا كميه صغيره، ماشي ضروري تضاعفوها حتى هي، يعني فقط كتنكه لنا المرق وكنستعملوهم بعض القطع اللي هما صغارين. غادي نخليهم يغليو وندوزو الخضره. غادي نستعملوا الزهره او لا شيفلور مقطع قطع اللي هي صغيره، وغادي نعملو يغلي بوحديتو. طبعا بعد ما غسلناه مزيان وقطرناه غادي نعملو يغلي بوحديتو مع شويه الملح. في طنجره واحده اخرى غادي نعملو شويه الزيت مع شويه السمن، ممكن تستعملوا زيت زيتون اذا بغيتو، وكميه صغيره من الثوم، نصف ملعقه صغيره من الثوم اللي هو مبشور رقيق ولا مهروس. من بعد ما كيسخن الزيت ديالنا غادي نضيفوا الجزر اللي قطعناه مربعات صغيره، واحد الجزره كبيره. وكيف قلت لكم اذا بغيتو تضاعفوا الكميه فغادي تضاعفوها كيف ما بغيتو نتوما. في اي خضره كنضيفوها كنحاولوا انها تاخذ شويه النكهه من داك الثوم وتشحر واحد شويه، ونضيفوا عليها الخضره المواليه. هنا غادي نضيفوا الفلفل. اذا يعني ما كيضركمش وكتبغيوه في الوصفات ضيفوه حتى هو كيجي مزيون ولذيذ مع هاد الشوربه هذه. ما بغيتوهاش ممكن تستغناو عليه. فكيف قلت لكم ضروري ان نشحروهم. ملي كنشحروا هاد الخضر الشوربه كتجي واحد المذاق فيها لذيذ ومزيون. فغادي نضيف الفلفل الاخضر كذلك كيف قلت لكم الكميه اللي باغيين نتوما وحساب الخضره اللي كتعجبكم بزاف واللي لا. وفي نفس الوقت بعض الخضر هنايا ملي كيمتزجوا مع بعضياتهم ما كيبقاوش يبان المذاق ديالهم، يعني كي ترجع الشوربه لذيذه وما كتحسوش بعض انواع الخضر اللي ممكن نتوما ما تكونوش كتاكلوهم. وغادي نضيفوا عليهم جلبانه او البازلاء اللي هي كميه صغيره، حتى هي غادي نشحروها معاهم. بالنسبه للخضر كنقطعوهم قطع صغيره، الفلفل كذلك قطع صغيره، باش الشوربه ديالنا دغيا كطيب وكتجي حتى في الشكل ديالها اولا في التقديم ديالها كتجي مزيونه، حتى الشوربه هذه ما غاديش نطحنوها. فهنايا من بعد ما تشحروا غادي نضيفوا عليهم الماء او مرق الدجاج اللي طاب فيهم، حيت الوقت اللي كيكون مرق الدجاج كيطيب كنكونوا حنايا كنوجدوا الخضر ديالنا كنقطعوهم قطع صغيره، فكندوزو نشحروهم حتى كيكون الدجاج طاب. فكنحيدوه من الطنجره والمرق ديالو كنضيفوه على هذا الخضر. اذا كان باقي ما طابش ممكن تخليوه مع كميه صغيره من المرق، والكميه زايده غادي نضيفوها على الطنجره، يعني بالنكهه ديالها بكل شيء. تقريبا 1 لتر من الماء. اذا شفت الخضر ديالي باقا ما طابتش ومحتاجه الماء يعني شربت الماء فغادي نضيفو كميه من الماء المغلي. هنايا ضفت داك ورق الرند اللي كانت مع الدجاج نيت غادي نضيفوه مع الخضر. فهنايا غادي نبداو نضيفو التوابل. بالنسبه للتوابل غتكون كميه صغيره، هنايا زنجبيل بودره او سكنجبير. غادي نضيف كذلك الكيمون كيف قلت كميه صغيره حيت مرق الدجاج فيه التوابل. غادي نضيف هنايا القزبر جاف اذا توفر لكم فكيضيف واحد النكهه مزيونه. وغادي نضيفو الابزار او الفلفل الاسود حتى هو كميه صغيره حيت مرق الدجاج فيه فلفل اسود. شويه الكركم او الخرقوم، وممكن تضيفوا توابل الدجاج اذا توفرت لكم، ما توفرتش ماشي ضروري بتاتا، يعني كتضيف نكهه اضافيه فقط. وغادي نضيفوا ملعقه من الصوجه، ملعقه صغيره من الصوجه اللي هي سائله بهذا الشكل هذا، كتعطي واحد المذاق مزيون هاد الشوربه هذه. وبالنسبه للملح كنفضل انكم تضيفوه حتى الاخر حيت المرق الدجاج فيه الملح ديالو وكيبقى على حسب الذوق كل واحد. فمن بعد ما كنخليو الخضر ديالنا تغلي شويه غادي ندوزو نقطعوا البطاطا كيف كتشوفوا شرائح اللي هي ماشي غليظه وماشي رقيقه بحال اللي كنقطعوا الفريت، ولكن غادي نقطعوها مربعات اللي هي صغيره بهذا الشكل هذا. واحد الحبه من البطاطس اللي كتشوفوا الحجم ديالها متوسط. حتى بالنسبه للخضر واحد الحبه من الجزر اللي عملنا، نصف حبه من الفلفل الاحمر ونصف حبه من الفلفل الاخضر، يعني كميه اللي هي صغيره. وكاملين قطعناهم قطع صغيره باش دغيا يطيبوا. كيف قلت لكم في التقديم ديالهم كيجيو مزيونين حيت ما غاديش نطحنوا هاد الشوربه هذه.
فهنا كنقطعوا البطاطس ديالنا بهذا الشكل بيد ما الخضره ديالنا تغلي واحد شويه، اولا الماء والمرق يغليو واحد شويه. ما غاديش نضيفوها مباشره مورا الخضر اللوليه، حيت البطاطا دغيا كطيب مقارنه معهم هما. فهذا هو الشكل ديالها، يعني مربعات اللي هي صغيره. دابا غادي ندوزو نضيفوها على الطنجره. وبالنسبه لقطع الدجاج ديالنا اللي زولناهم من المرق، غادي نفتتوهم قطع صغيره، يفضل انهم يكونوا بالعظم باش كيطلقوا واحد اللذه مزيونه في المرق. فبيد ما طيب الشوربه ديالنا نفتتوهم. فهنا الشوربه ديالنا من بعد ما ضفنا البطاطا، من بعد نص ساعه غادي نشوفوها، غادي نشوفوا الخضر ديالنا واش طابت. اذا شفناها طابت فكنكتفيو، غادي نضيفوا باقي المكونات. كانت باقي ما طابوش، غادي نضيفوا الماء المغلي. اذا شفتوا بلي كميه الماء قليله، غادي نضيفوا الماء المغلي ونخليهم حتى يطيبوا. فهنايا كنضغطوا على الجزر وكنضغطوا على البطاطس. اذا شفناهم صافي كيتهرسوا وطيبين، غادي نضيفوا الشعريه اللي القياس ديالها متوسط، يعني ماشي الغليظه وماشي رقيقه اللي تصفى. كميه صغيره، نص كاس تقريبا من الشعريه. وغادي نبداو نحركوا باش ما تلتصقش في القاعده، تقريبا واحد دقيقه، يعني حتى كتلبس بالزيت اللي كاين في الشوربه ديالنا، وفي نفس الوقت ما تهاودش تلتصق في القاعده. فانا كنحرك واحد المده ونخليوها حتى كطيب مزيان ونشوفوا تتمه الوصفه. فهنايا بعد ما طابت لنا الشعريه ديالنا كنشوفوها بلي صافي كتهرس. غادي نزولوا هاد الورق الغار. بالنسبه للخضر ممكن انكم تغطيو عليهم يكونوا كيطيبوا، ولكن ملي نضيفوا الشعريه فما نغطيوش، ما نعملوش غطاء الطنجره، فقط كنبداو نحركوا شويه شويه، كنبداو نحركوا حتى كطيب الشعريه ديالنا. فهنايا غادي نضيفوا الزهره اولا الشفلور اللي سلقناه بوحديتو. كنفضل انه يتسلق بوحدو مع شويه د الملح، واذا بغيتو عصره من الليمون باش النكهه ديالو شويه ما كتبقاش قويه. اذا سلقناه مع الخضر النكهه ديالو غادي تغلب على الخضر وغادي تغلب على المرق اللي طابوا فيه. فمن الافضل انها تسلق بوحديتو، يتصفى من الماء، عاد نضيفوه على الخضر ديالنا. فانا بعد ما مزجتهم جات لي الشوربه اللي هي ثقيله، الخضر غلب على المرق، فغادي نضيف كميه صغيره من الماء المغلي. وبالنسبه للملح ذوقوا الشوربه ديالكم ومن بعد ضيفوا الملح على حسب الرغبه ديالكم. فهنايا من بعد ما مزجناها غادي نضيفوا عصره من الليمون او الحامض، كتعطي واحد المذاق مزيون للشوربه ديالنا. ضروري انكم تضيفوها نصف ليمونه ونصف حامضه، عصروها بهذا الشكل هذا. فكنعصرها هكذا حيت مزوله من البذور، مأكده بلي البذور مزولين. اذا بغيتو تعصروها فاما عصروها ضيفوها كشكل عصير، اولا عصروها في شي مصفات باش البذور ديالها ما كتهودش في الشوربه. فغادي نحيدوها على النار وغادي ندوزو نقدموها. نشوفوا طريقه التقديم ديالها. اذا وصلتي حتى لهنايا في الفيديو وعجبك ما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب، واللي ما مشتركش معايا مرحبا والف مرحبا. ما تنساش انك تشترك في القناه وتضغط على الجرس باش يوصلك دائما الجديد. شكرا بزاف لكم على التعليق ديالكم المزيونه اللي كتشجعني انني نزيد اكثر واكثر. فهنايا من بعد ما خلطناها ضفنا عليها داك الدجاج اللي هو مقطع قطع صغيره اولا مفتت قطع صغيره. كتجي شوربه اللي هي مزيونه بزاف. محبي الخضر غادي تعجبكم بزاف هذه الوصفه، نتمنى انكم تجربوها. ما تنساوش انكم تخليو لي تعليقات مزيونين بحالكم. شكرا بزاف وبصحه وراحه.